تعالوا النهاردة نعمل مع بعض كب كيك الهوستس أو كب كيك الهوهوز. مفيش منا حد ما بيحبهوش. هنعمله النهاردة بكيكة هشة وخفيفة جدا، وكمان هنعمل معاه حشوة لذيذة جدا. شايفين الكب كيك بتاعنا هش وخفيف، وكمان الحشوة مالية الكب كيك. يلا ندخل على تفاصيل الفيديو النهاردة. اول حاجه معايا نص كوبايه من الحليب، عليها عصره ليمونه وهركنها على جنب علشان تروب كده معانا وتبقى رايب. بعد كده هحضر المواد الجافه. معايا كوبايه ونص من الدقيق المخصص للكيك، هندخل عليهم كمان نص كوبايه من الكاكاو. طبعا انا مستخدمه كاكاو ماليزي، ممكن تستخدمي الكاكاو الاسباني مفيش مشكله. بعد كده هضيف معلقه من قهوه سريعه الذوبان، يعني 2 باكت صغيرين، ومعلقة معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا، ورشة ملح. وهقلب كل المكونات الجافة كده مع بعض واركنها على جنب. بعد كده هجيب بولة وهضيف فيها كده بيضتين بلدي، وهضيف عليهم نطرة كده فانيليا ونطرة من أسانس الحليب. وبعد كده هضيف كوباية وربع من السكر. انا ضفت هنا كوباية وربع من السكر عشان عندي رايب. لو هتضيفي رايب او زبادي زودي السكر، لان طبعا الرايب بيبقى ميزز شوية، فعايز ان انت تزودي السكر. هنا اللبن طبعا راب معانا فهنضيفه. طبعا لو مش عندي رايب او مش عندك لبن وفي زبادي، استخدمي 100 جرام من الزبادي مكان الحليب. بعد كده ضفت ربع كوباية من الزيت. طبعا انا ما بحبش الزيت يبقى طاغي كده في طعم الكيكة، انا عايزه الكيكه تبقى هشه بس مفيهاش طعم الزيت، فبحط ربع كوبايه بس من الزيت. بعد كده حطيت المواد الجافه على المواد السائله وهقلبهم مع بعض زي ما انتم شايفين بالشكل ده. قوام الكيك بيتقل معايا، هضيف نص كوبايه من الحليب الساخن. هتفك معايا كده قوام الكيك، وهيبقى ده القوام بتاع الكيك اللي احنا عارفينه، قوام ولا هو تقيل ولا هو سائل خالص. جهزت طبعا صينيه الكب كيك وحطيت فيها ورق الكب كيك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعًا الكمية دي هتعمل معايا كام واحدة كب كيك؟ هتعمل معايا 17 كب كيك. طبعًا أنا هاغرف طبعًا بمعلقة الآيس كريم. ممكن تحطي في كيس حلواني أو كيس ساندوتشات وتفتحي فيه فتحة، وتبدأي تنزلي الخليط الكيك في الكب كيك في قوالب الكب كيك. تحطي تلتين وتسيبي التلت فاضي علشان لسه الكب كيك هيرتفع في الفرن، فعلشان ما يطلعش من برّه. بعد كده بادخّل الcupcake بتاعي الفرن على درجة حرارة 180. هياخد معايا في الفرن 25 دقيقة ل30 دقيقة بالضبط، ويكون استوى بالشكل ده. طبعًا بنختبره بخلة، طلعت نضيفة يبقى كده الcupcake بتاعنا استوى. عايزة أوريكم قد إيه هو هش وخفيف وهو لسه سخن. بعد كده هنسيبه يبرد. هنحضّر بقى صوص الشوكولاتة. هاخد كده 200 جرام من شوكولاتة بالحليب من دروبسي. طبعًا الشوكولاتة دي بتسيح بسرعة على حمام البخار، وهاضيف لها 3 معالق من الزيت وهارفعها على حمام بخار. بعد كده نحضّر الكريمة بتاعتنا. عندي نُص كوباية من كريم شانتيه، طبعًا والكريم شانتيه يكون خام. هاضيف له كده معلقة من الباستري كريم ومعلقة من مسحوق التشيز كيك الباودر. وبعد كده هاضيف له 3 معالق من السكر، يعني 40 جرام من السكر، وهاضيف نُص كوباية من الحليب. وهاخلط كده كل المكونات مع بعض. طبعًا المواد السايلة أنا باضيفها بالتدريج. بعد كده هاضيف ربع كوباية من الحليب. بعد كده هانزل بربع كوباية التانية. أنا إجمالي الحليب اللي أنا استخدمته كوباية وربع على نص كوباية من الكريم شانتيه. وكده هاضيف آخر ربع كوباية من الحليب. هاخفقهم كده مع بعض، وبكده الكريمة بتاعتي بقت جاهزة. هنشيل كده المضرب ونجهز بقى الكب كيك بتاعنا. هنا الكب كيك هجيب مقوار، شايفين طري قد ايه؟ هجيب مقوار كده واقوره كده في النص، عشان دي اللي هنحط فيها حشوة الكريمة. طبعًا الكمية اللي بتطلع من الكيك دي مش هنرميها، هنحط عليها شوية من صوص الشوكولاتة المتبقي، وكمان من الكريمة، وهنعمل بيها أحلى كوباية ترافل. طبعًا أنا بعد ما قورت كده الكب كيك بتاعي، هاحط كده الكريمة في كيس حلواني، وأبدأ كده أضخ الكريمة في الكب كيك بالشكل ده.
بعد كده هاجيب spatula وأساوي كده الكريمة كده على سطح الcupcake كيك من فوق، عشان أمّا أغطسها في الشوكولاتة ما تبقاش كده ظاهرة معايا، بالشكل ده. طبعًا الcupcake كيك الهوهوز ما فيش أسهل منه، جبت الشوكولاتة بتاعتي وغطست كده الcupcake كيك بتاعي، شُفتوا أسهل من كده؟ ما فيش. وطبعًا بكوباية ونُص من الدقيق عملنا 17 قطعة من الcupcake كيك. طبعًا أنا هاغطّس باقي الكمية وهادخّلها التلاجة قيمة 5 دقايق علشان وشّها يجف بالشكل ده، وأبدأ بالنوتيلا كده أعمل الرسمة اللي من فوق، شايفين شكلها حلو أوي. هنعمل واحدة تانية كمان، هاحاول كده أظهر لكم الرسمة بتاعتها اللي من فوق، هي رسمة سهلة جدًا، بتعملي دواير عقد دواير كده بالشكل ده. شكلها خطير جدًا، تنفع في وقت العصاري، الواحد كده بيكون عايز ياكل حاجة حلوة، تنفع كمان للأولاد في المدارس، تنفع كمان في الصيف دلوقتي وأنتِ رايحة البحر تاخدي كده شوية cupcake معاكِ للولاد، جربوه هيعجبكم جدًا، نفتح واحدة مع بعض كده، قد إيه هو هش جدًا والحشوة لذيذة طعمها رهيب جدًا، جربوها هتعجبكم، لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه لايك واشتراك في القناة.